حبايبنا، كل سنه وانتم طيبين. جاي لكم النهارده بروتين يوم الوقفه. يلا جاي لكم النهارده بلبس العيد. هنوريكم لبس العيد بتاع الاولاد وتقولوا لنا رايكم، واستنونا تتفرجوا معانا للاخر عشان تشوفوا لبس العيد بتاعنا وتقولوا لنا رايكم، وفي مفاجاه في اخر الفيديو خليكم معانا. وجينا لكم بلبس العيد. يلا نفتح كل واحد لوحده ونشوف. تعالوا يلا يا جماعه تعالوا شوفوا. يلا نبتدي الاول بلبس مين؟ تعالوا لسه اول واحد لبس مازن. بصوا ده اول واحد على الوش اهو. قولنا بقى رايكم في الكومنتات في الالوانات وفي الذوق بتاعنا. ده اول واحد اهو بتاع مازن. ده كده اول حاجه معانا. ده كده تاني واحد بتاع مين؟ بتاع رضا. نفس بتاع مازن بالظبط، بس البنطلون هو اللي مختلف والالوانات هو بالظبط. بصوا دول بتوع كارما. كراميل اهي. كراميل ده كده ترنج. لا وفي واحد تحتي اهو لا بس عشان انا بظبطهم يعني في الدولاب. ده التاني. ده واحد بنطلون واحد شورت. مش عارفه باين ولا لا. تاكل دي كده حاجات كراميل. بتاع كارما. كارما حبيبي. حبيبي يلا يا قلبي باقي بقى بتاع يا قلبي حور. يا قلبي يا قلبي اي يا حبيبي جميل. بصوا ده الصوت اللي هو طالع جديد ده. يا ماما ده بتاع حور. بصي يا ماما حاضر يا اعمل حبيبي. كده زرار من هنا ونظام كشكشه من هنا زي اللي انا لابساه ده كده. بصوا ده كده نظام صوتي ايه طالع جديد. بنطلونه اللي هو نازل واسع. بحط دي كده بتاع حور. كده احنا خلصنا اللبس البيتي. عندنا بقى نخش على لبس الخروج او الكيس معانا اهو. عندنا احنا من سنتر الشيخ، لو حد عارفه طبعا من البلد بتاعتنا. ده كده طقم مازن على بعضه. بصوا جينز على بعضه. ده بنطلون. ده كده اول طقم معانا بتاع مازن. ده بسوسته. وده التيشيرت بتاعه الدوم عليه تاتو. ده اول واحد. تعالى بقى وريهم انت لابس. استحلي لابس. تعالى ما اوريكي. تعالى مازن يلا وريهم انت لابس. تعالى بصوا وريهم يا مازن انت لابس. يلا البس يا رضا انت كمان. يلا روح وريهم يا مازن. ده كده الطقم بتاع مازن. الاسد هياكلكوا حاجه. هي انتم ولا لا؟ اخش لكم جوه التليفون. ده بقى الخروج لما نيجي نخرج هوريلكم هو لابس. ده الطقم بتاع الخروج. اللي معانا ده يا ماما خرجوا بيتي. صباح بصوا بقى فاضل حاجه حور. ان عندي نفس السنتر برضو بنحب نجيب منه بيبقى حاجه يا ماما حلو. طب استنى بصوا ده كنت بس عشان كنت بضيقه له عند الترزي. هو ايه بعيد عن الطقم بتاعه. ده كده بتاع رضا اهو. الطقم بتاع رضا. ده البنطلون. انا جاي لكم. ده الاسد بصوا ده كده ده كده الطقم بتاع رضا. شياكه يعني. تقولوا لنا رايكم برضه. رضا لبس اهو. بصوا وري لهم يا رضا. انتم كل سنه وانتم طيبين. الصوره كام بعيد. اللي راح يصلي العيد يقول ب5 شبشب مازن. وده بتاع رضا. ده اول طقم الحور. ده كده التوينز. ده حاجه هو شياكه جدا في اللبس طبعا. هيبان بقى واحنا هنيجي نخرج ان شاء الله نوريكم كل حاجه. ده بنطلون اهو. فيه شويه حركات برضه. هنا في كده ربطه كده في انكر نازل كده بالشكل ده. وهنا في زراير نفس فكره التوينز بالظبط. عليه الطرحه دي. هي طبعا هي صغيره وكل حاجه بس هو الطقم مش هيجي عليه غير سمره يعني اهو.
والبندانه دي عشان تبقى على وشها البيضه. الطقم التاني بقى البلوزه دي جميله جدا في اللبس، كل حاجه طبعا بتبان في اللبس. بصوا بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا جايبه لها على نفس البنطلون، نفس البنطلون ده هيبقى برضك عليه ايه البلوزه دي، وعليه طرحه تانية مختلفه عليه الطرحه دي بالصوت كده، هتبقى على الطقم بقى على بعضه. دي فرايحي بقى. بصوا بقى في حركه كده في لبس حور. انا جايبه لها البنطلون الجينز بعيدا عن الاسعار طبعا، كلنا عارفين الاسعار عامله ازاي دلوقتي، مش هقول اسعار، انا بس هوريكم الستايلات اللي احنا جبناها واللي احنا اخترناها. طبعا انا من النوع اللي بحب امشي على قدي، يعني مثلا على قد ما انا معايا بمشي، ما بجيبش الحاجه لو غاليه او لو مش معايا بجيبها على قدي. فبصوا انا جبت البنطلون ده. البنطلون ده بقى هتلبسه على الجاكيتة الصوت اللي تعالى كده يا حلوه اوريها لهم. يلا هسيبه هنا كده لحد ما افهمكم. هنا بقى عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى الشوز بتاع مازن اهو. بصوا شياكه شياكه يعني، بس ما جاش بينور. بصوا ده كده الكوتشي بتاع مازون. عندنا بقى الكوتشي بتاع مين تاني اهو، ده بتاع رضا. الطقم بتاعه فيه اصفرات اهي بس بينور بقى. الفرق ما بينه وما بين مازن ان بتاع رضا جه بينور، مش عارفه ينور ازاي بس ما يمشي بقى. بصوا جميل. بصوا بقى كده الصوت بتاع حور جميل جميل جميل. عايز سعيد علينا وعليكم يا رب. بصوا بقى الصوت اهو كله على بعضه. انا بقى هلبسها بأمر الله الصوت ده الفانيلا بتاعته على البنطلون الجينز ده تمام. عندنا بقى الكوتشي اهو، ده الكوتشي بتاع الابله حور. هو طبعا مش باين من الاضاءه بس هو بصراحه بس جميل. بصوا مش عارفه ابينهولكوا ازاي. تعالوا بقى نشوف ايه معانا تاني. ماما في ايه تاني؟ تعالوا بقى على الدرس بتاعي. بصوا ده اللي انا جبته اخترته. بصوا انا لفيت يعني بصراحه، بس هو ده اللي عجبني في الاخر. ده كده درس بس تحفه. هو طبعا مش هيبان غير في اللبس. من هنا كشكشه كده. بصوا عامل زي بتاع سندريلا زي ما بيقولوا، مش عارفه. بعيدا برضو عن الاسعار، مش هنقول اسعار، واحنا كلنا عارفين الحاجات عامله ازاي في السوق، وربنا يعيننا كلنا وكل سنه وانتم طيبين. ادي كده حاجه اهو. ده بقى احنا جبناه عشان خاطر انا وحور نبقى لابسين زي بعض، مش عارفه ليه يعني. انا قلت ايه اختراع حور يعني. هو شبهه يعني نفس الفكره يعني، بس موديل مختلف. هو كان اخر حاجه فاحنا جبنا ده بدل التاني. لكن هي قالت لي يا ماما انا عايزاكي تلبسي زيي. طبعا كل ده هنشوفه ان شاء الله واحنا خارجين. بس اللي مزعلني ان انا ما لقيتش زي بتاعي بالظبط. لا عادي، هي نفس الالوان نفس الفكره. دي بقى الشنطه بتاعت حور جميله جميله والله، رقيقه جدا جميله جدا. دي بقى الشنطه بتاعتي. هي جبت ده كده الحور بالشكل ده. الفنانه دي هما بيحبوها انا بحبها. دي قمه داخليه. عندنا هنا دي الطرحه بتاعتي هلبسها على الدريس، لكن على البتاع التاني هلبس الطرحه السمراء اللي هي الساده. هنا عندي ده بقى الكوتش ده بقى حكايته حكايه. هو كان الراجل اداهولي على اساس ان انا كنت هجيبه الحور، بس اللي كان اداهولي من غير فرش كده اروح ارجعه وما رضيش يرجعه، فانا خدته انا وجبت الحور التاني اللي انا وريته لكم. بقى عندنا دي بيجامه بيتي. عندنا ايه تاني؟ عندنا بتاعي بقى على احلى حاجه بقى عجبتني في لبس كارما. استني يا ماما. بصوا بقى كارما ما شاء الله لبسها تحفه 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 جميل جميل جميل. بصوا البنطلون عامل ازاي، بس انا هوريهولكم. البنطلون فيه شويه حركات بصراحه عجبني قوي برضو بعد ما لفيت البلد كلها. بصوا جميل قوي على الكارما. ده بنطلون كده تحس ان هو زي بتاع ايام زمان، بس هي الموضه نازله يعني. ودي البلوزه عليه جميل قوي قوي. في بقى طقم تاني اهو كده
طبعا البنطلون البنطلون بقى اللي هو طالع الصياديه اللي هو الحلو ده، جميل قوي. والفانلة وده البادي تحتيه عاملة زي التانية. جميل قوي. ايه تاني بقى؟ فين الشوز بتاع؟ ماشي. عندنا بقى انا جبت ده جبت اكسسوارات حور طبعا وكرمه زي ما وريت لكم. هتوريها لكم. دي بقى بتاعت مازن وعايز يوريها لكم، ودي بتاعت رضا. بصوا يا جماعة بتتعمل ازاي. تمام اهي. بصوا مركزة على ايدي. ركزوا على ايه؟ كده كده ودي كده، ودي بتاعت رضا، ودي زيها برضه كده بصي جميله. دي عيديتي ليهم، خدوا بالكم. شوفوا الفرش بتاعهم. يلا دي بقى الشرابات طبعا، كل 2 شرابات كده اهي، الوانات مختلفه. ودي بتاع كوكي ميكي وحاجات كده اطفال. بصوا بقى الحزمه، شويه اشياءات، كل واحد حزامه نور حاجات ومحتاجات. الحزمه بتاع رضا المازن مش موجود يا ماما. وده كيس توك، ودون شرابات لحور. بصوا بقى الشبشب بتاع كوكي، تحفه تحفه، جميل والله. زي ما وريت لكم كده، وقولوا لنا بقى رايكم، ما تنسوش. وطبعا شفتوا الشقه بعد ما عملتها، واللي ما شافش فرش رمضان هسيبه لكم تحت في اللينك تحت.